هاني هاني بتاعنا بقى. هاني اللي بيضحك، الظريف اللطيف، اللي ابو دم خفيف، اللي الناس مش متعوده عليه بقى يشوفوه، متعودين يشوفوه دايما رسمي وهادي وملتزم. ده مش معناه ان خفه دمك ده تمنع التزامك لا طبعا وبرستيجك، طبعا لان لا. ده جمهور ولازم تكون أكيد. بس احنا بقى بتكلم مع هاني اخويا بقى. طبعا يا فيفي. قول لي بقى، اشمعنى انت الوحيد اللي ما طلعش عليك الله اكبر، يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما طلعش عليك اشاعات يعني بالنسبه للمطربين؟ هنبتدي على طول كده من اولها كده على طول، من اول القصيده اولها كده يا فيفي. ما عامل ايه؟ محيرني السؤال ده. هو طبعا اكيد يعني التزام الفنان الى حد كبير، واحترامه لجمهوره واحترامه لنفسه واحترامه لبيته اكيد بيقلل كتير طبعا الكلام في اي مواضيع، اكيد يعني لان انا فعلا مركز في شغلي قوي، مركز في فني قوي، مركز في حياتي بشكل كبير جدا جدا. ما انت بيتي بالظبط بالظبط، ده من قبل ما اتجوز حتى. انت راجل اسري من قبل ما اتجوز، وانا بحب البيت يعني من اسعد اوقات حياتي انا لما احس ان انا قاعد ممكن اقرا حاجه عايز اقراها، اعزف عود، اعزف بيانو، اسمع مزيكا، اتفرج على التلفزيون، يعني فعلا بحب ده. بتحب ده يعني طب لما اتجوزت بقى خلاص، اتجوزت وقعدت في البيت بقى. يعني بتحب ده وقعد في البيت. طب والانتيكات بقى اللي بتنزل تلف عليها؟ الا الانتيكات ده موضوع تاني. قول لي دي موضوع الانتيكات دي. لا دي هوايه انا يعني بقالي يمكن بتاع 7-8 سنين شغلاني جدا جدا حقيقي. شغلك؟ اكيد بتدرس في بعض حاجات. اكيد طبعا، لكن انا كمان بحب اتفرج والله يا فيفي، يعني حتى لو ما اشتريتش انزل امتع عينيا كده اتفرج على الحاجات اللي موجوده، لو في التجار بيجيبوا حاجات جديده من وقت يعني من جنون الفنون والله يعني هو طبعا هي هوايه. لا انا ما بحضرش مزادات، انا ماليش في المزادات خالص. لا امال لكن انزل اتفرج على محلات الانتيك اللي موجوده في وسط البلد، في الزمالك في كده، انزل اتفرج بالظبط كده. مجرد الفرجه نفسها بالنسبه لي بتمتعني جدا جدا. يا نهار ابيض، زي الفرجه على العربيات، مش بالضروره كل العربيات لازم اكون ركبتها، لكن انا لو قاعد قدام كتاب مثلا. بس برضه بتحب العربيات جدا عشان انت جبت سيره العربيات جدا. شفتي بقى؟ طب ايه موضوع العربيات كمان بقى؟ طب ايه ده برضه من هواياتي اللي بموت شايفيني يا جمهور. هاني شاكر بيحب العربيات وبيحب الانتيكات. وبتحب ايه تاني؟ بحب الرياضه جدا. بحب الرياضه جدا جدا، وبمارس الرياضه اوقات كتير قوي قوي. لما يبقى عندي وقت فراغ ما عنديش شغل بتمارس. بحب العب كوره، بحب السباحه، واحب العب سكواش وتنس وبينج بونج كده يعني. جميل، رياضي جميل. الرياضه جميله جدا جدا والله يا فيفي. فعلا يعني قوي جدا قوي قوي. طبعا. فدي تقريبا هواياتي، يعني انا بعتبر برضو حتى حبي للعربيات والانتيك ده من ضمن الهوايات اللي يمكن. بتشتري بقى يا هاني وبتدبس مثلا في اسعار وبترجع؟ والله لا الحمد لله، يعني ما حدش بيتعلم ببلاش يا فيفي. اتعلمت بقى في 7 سنين بالظبط كده، شويه ابتديت اكتسب الخبره وعيني تفرق بين الحاجه الحلوه والحاجه اللي نص ونص، واقدر اقيم شويه يعني السعر اذا كان ده غالي او رخيص او كده. الواحد بيتعلم. بتحبي ايه بالظبط في الانتيكات؟ كل حاجه كل حاجه يعني حاجة. يعني مش بس فازات، مش بس فرش، كل حاجه. يعني بحس فعلا ان ده عصر. طب ولو لقيت 6 انتيكه؟ والله يا ريت. هي بصراحه اللي ناقص 6 انتيكه، ان لك 6 انتيكه دي اللي ناقصه. ما هم كمان بيحبوا بتوع المزادات، لا حتى الشابوه. ايوه، ونازله الصبح برضو مواضيع غاويه قوي. لا بس انت عارفه انا يمكن انت ملتزم بسبب المزادات دي. بالظبط. ما عنديش وقت لحاجه تانية. لا انا بقصد. لا بس انا ما غاويتش موضوع المزادات ده صحيح. ما لقيتش نفسي فيه، لكن الفرجه اللي انزل اتفرج على يا بخت نهله، يا بخت نهله. هي كمان على فكره إن جوزها بيحب الانتيكات بقى وبيحب العربيات. ملوش دعوه بالستات. الانتيكات. ايوه. لا هي نهله كمان غاويه قوي زي الموضوع ده كمان. يعني احنا الاثنين متفقين في حته حب الانتيكات دي. بتنزلوا بقى مع بعض. بنلاقي هوايتنا مشتركه مع بعض احنا الاثنين. طب دي حاجه جميله دي، مع الوقت بيتهيألي. بالظبط كده. اصل ممكن انا احب حاجه وهي ما تحبهاش. بالظبط. وارد قوي. طب هي هواياتها ايه تاني غير كده؟ هي هواياتها غير الشراء بقى.
بتحب تتفرج على الفاشن او الملابس وقناه فاشن، بتتفرج على الموديلات، تتفرج بس ولا بتشتري بقى؟ لا وبتشتري طبعا، وبتشتري طبعا، لكن الفرجه بالنسبه لها مهمه يعني قوي 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 قوي. يعني زي ما انا بحب العربيات مش بالضروره كل يوم اشتري عربيه، لكن هي كمان بالنسبه لها بتحب قوي الفاشن قوي. مين بينقي هاني شاكر لبسه؟ انا. انت بتنقي؟ انا طب وهالة؟ نهلة ساعات باخد رايها ولو معايا، لكن اوقات كتير انا اللي بنزل اجيب حاجتي بنفسي. بس انا بسمع ان هي، يعني مش بسمع، متاكده ان هي دراعك اليمين. لا هي ذوقها جميل، مش بس في اللبس على فكره، يعني في الاغاني نهلة كمان ذوقها بتسمع حلو قوي قوي. بتاخد برايها في الاغاني الى حد كبير طبعا، ليه لا، ورأي دينا وشريف كمان. طب غنت لها ايه من الاغاني اللي انت غنيتها من يوم ما اتجوزتها؟ والله انا تعب دماغها من ساعه، يعني من ساعه ما اتجوزت. ايوه تعب دماغها. هي بتسمع الاغاني على طول، اول باول، اول واحده بتسمعها. لا اختيارك ليها هي للاغاني ولا تكون عشانها حاجه نهلة يعني؟ لنهلة. لا في حاجات كتير حلوه. انت عايزاني انا اهديها حاجه مثلا؟ انت يعني تكون حسيت عشان خاطرها عملتها يعني. والله هقول لك حاجه، يعني في اغاني يمكن انا كنت ملقلق منها شويه اول ما سمعتها، زي مثلا لو بتحب حقيقي صحيح. لان كان فيها كلام في الاول يعني كلام عنيف قوي، يعني راجل لو قاله هيبقى صعب شويه، هي فده يمكن كان اللي مخوفني من الكلام. فاما قعدت مع حسن ابو السعود ومجدي النجار ونهلة ودينا وشريف قالوا لي الغنوه دي يا بابا اوعى تسيبها، ونهلة قالت لي الغنوه دي فعلا حلوه قوي، لكن لو ليك اي ملاحظات على الكلام يتغير، لكن اوعى تفكر انك انت ما تغنيهاش. فبقول لك هم فعلا ذوقهم حلو الثلاثه. وقعدت مع مجدي النجار غيرنا شويه في الكلام واتغنت وبقت من العلامات الفنيه الحمد لله. طبعا اللي عملتها. طب ما تسمعنا حتى منها بقى. حاضر يعني شوقتنا. حاضر. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي في بريء، وتسيب قلبي لوحده غريق في الطيار. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي في بريء، وتسيب قلبي لوحده غريق في الطيار. الله يعني الله 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 عليك. بمناسبة أغانيك بقى، على فكرة أنا حصل لي حتة موقف جميل جدا وما انساهوش خالص، لأني حسيت إن روحي رجعت لي. كنت أنا متجوزة واحد وكنت بحبه وسبته عشان الغيرة. فلما مرة قابلني في إشارة فلقيته بيقول لي ممكن تسمعي الكاسيت ده؟ فدورت لقيت نسيانك صعب اكيد. الله. دي يعني جميله قوي، حسستني ان انا يعني نسياني صعب اكيد. طبعا يعني ده بقى، والنبي سمعها لي يا هاني. حاضر عشان اسمعها له. هي من الاغاني الجميله اللي بحبها قوي 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 قوي. نسيانك صعب اكيد تيرا، ملوش غير حل وحيد تيرارا. نسيانك صعب اكيد تيرا، ملوش غير حل وحيد تيرارا. ابدأ من تاني حياتي وأصادف حب جديد تيرارا. ولو إن الحب التاني مش هيرجعني زماني، ولو إن الحب التاني مش هيرجعني زماني، ولا هيعوض حرماني.
اللي في حبك بيزيد، لكن طول ما انت في بالي صورتك دايما في خيالي، نسيانك صعب اكيد، تيرانا نسيانك صعب اكيد، نسيانك صعب اكيد. الله 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 يا ربنا هاني. يخليك يا فيفي. كل ده جميل يا هاني. بقى نرجع تاني لجنون الفنان بقى. قولي لي. كل فنان ليه لسعة كده يعني، او يعني في حاجة. هو الفنون جنون زي ما بيقولوا. الفنون جنون. آه. هاني فين بقى هنا؟ ما انا بقول لك، انا بعتبر مثلا حبي قوي للعربيات، حبي قوي طبعا للانتيكات في الفترة الأخيرة، من الحاجات اللي ما اقدرش اقول عليها جنون، لكن هي فعلا شدتني قوي قوي. يعني انا من زمان بموت في حاجة اسمها عربية، يعني وبعملها على انها حاجة ممكن تكون يعني حاسة باللي بيسوقها وساعات اكلمها للعربية. للعربية والله يعني. بس دي هوايات، ده الجنون، ده هوايات يا هاني بالظبط. لكن يعني انا عاوزة الحتة بقى المجنونة في هاني يعني كفنان. لا شوفي، هقول لك حاجة يا فيفي، يعني هو طبعا يمكن الفنان دايما بيبقى في حالة قلق. بالظبط. ولما بيبقى قلقان ممكن فعلا بتبقى اعصابه شويه مشدوده، وده قدرنا كلنا كفنانين. بالزبط. فعلا الواحد بيبقى على اعصابه دايما. بتحس الفنان حساس حبه، وحساسيته دي ممكن تخليه عصبي شويه. برضو تقدري تقولي ده من ضمن تكوين شخصيه هاني في البيت. يمكن مع الناس انا ببقى حاجه تانية خالص، لكن ببقى واخد راحتي قوي وببقى على طبيعتي اكتر في البيت. أكيد. فهم بيبقوا حاسين شويه قد ايه ممكن انا ببقى اعصابي مشدوده حبه او متضايق شويه لو انا بحضر في شغل جديد، وفاهمه ازاي. قدروا ده خلاص يعني الولاد ونهله وكده في البيت بقوا خلاص متاقلمين معايا. فتقدري تقولي انا حته العصبيه شويه دي ما بتظهرش الا بس في البيت، بقدر اعمل عليها كنترول بره كويس جدا جدا. فده برضو من ضمن حته الجنان شويه، الفنون جنون شويه دي، العصبي اللي الواحد بيبقى فيه. طب هاني، انت امتداد لعبد الحليم. معجبين عبد الحليم كانوا زي ما مجانين عليه، معجبين هاني فين؟ لا بصي، هقول لك حاجه يا فيفي، هو طبعا ما فيش حد امتداد لحد. يعني انا وجهه نظري ان كل فنان بيبقى له عرشه الخاص بيه ومكانته الفنيه. مش عايزه كلام، احنا بنتكلم. يعني عرش عبد الحليم ما زال فيه عبد الحليم حافظ بفنه. يعني هو طبعا مش موجود في عالمنا بقاله فتره طويله، لكن بس موجود باغانيه. بالظبط، اغانيه وافلامه وفنه موجود. هاني نفس الحكايه برضو، هاني له برضو عرشه انا الخاص شفتك بره. انا حضرت لك حفله بره، شفت التوانسه ميتين ازاي عشانك. انا يعني حضرت في تونس، انا يعني بصراحه ما شاء الله، الله اكبر يعني. فرحت جدا لوجودك انت يعني علم من اعلام مصر المشرفه. فانا بالنسبه لي ده مش يعني، انا عايزه اكلم الناس، الجمهور اللي قاعد في البيت دلوقتي بيتفرج علينا. لكن انا بالنسبه لهاني شهادتي هتبقى، لان ده شفته بنفسي. ربنا يخليك. يعني بقول ان ليك معجبين، مش عايزه كلام. وانت وبعدين انت كرمت في تونس. طبعا. لا يعني انا عايز اقول الحمد لله، فعلا الواحد بيقدر يثبت وجوده مش بس في مصر وفي البلاد العربيه. طبعا مش عايزه واحنا في وقت صعب والله يا فيفي. يعني انا عايز اقول التميز النهارده والنجاح النهارده اصعب كتير من الاول، عشان الواحد يقدر يتميز ويتفرد ويبقى فنان ناجح على الساحه الفنيه النهارده، دي من اصعب ما يمكن. ما انت يعني انت بصراحه مميز عن اي حد الحمد موجود. لله. يعني الحمد لله. يعني الناس تقول يعني يتكلموا، لكن يجي عنده هاني شاكر بقى. بالظبط. والحمد لله ان انت شفتي بره يعني فعلا، وحفلات كتير مثلا لو في جرش، في الاردن، في سوريا، في فلسطين. انا بقول اللي لما شفته طلعت طبعا، بالظبط في المغرب، في الجزائر، في تونس. يعني الحمد لله حقيقي الفن المصري شيء يفرح ان قد كده الجمهور ده انت كمان شيء يفرح. انت شيء ربنا يخليك بجد ربنا والله. يخليك يا فيفي. يعني انت فعلا كفنان، مش عايزه كلام ان انا اتكلم عنك، لكن انا عايزه اقول ان المعجبين في كل حته. لكن ما قابلكش بقى صدفه
لا هو انا بس عايز اعلق على حاجه كده يا فيفي بعد اذنك، علشان برضو انت بتقولي معجبين عبد الحليم. انا بقول ان انا في صفه او في عامل مشترك بيني وبين جمهور عبد الحليم حافظ، وده برضو من ضمن الحاجات اللي مخلياني الحمد لله ابقى ناجح بالشكل ده في العصر اللي احنا فيه، ان انا وجمهور عبد الحليم مشتركين في حب عبد الحليم حافظ نفسه. الله الله، واخده بالك ازاي؟ يعني فعلا الجمهور حس قد ايه عبد الحليم حافظ بالنسبه لي حاجه كبيره، قد ايه عبد الحليم حافظ انا بعتبره هو مثلي الاعلى في الفن. أكيد. فاللي بيحب عبد الحليم حافظ ثقي تماما انه النهارده بقى بيحب هاني شاكر بالظبط بالمراسله زي ما بيقولوا بالظبط، يعني حاسين ان انا وهم بنحب حاجه واحده. صحيح عبد الحليم حاربك؟ بصي هقول لك حاجه، هو طبعا ما في الشك انه يعني كان في مشاكل كتير اتقالت في بدايه حياتي الفنيه معاه. أيوة. حقيقه. ايوه. وانا بصراحه ما شفتش كل كان الكلام اللي بيتقال ده بيتقال على صفحات الجرايد كلام بمنتهى الامانه. كلام يوصله عن لساني انا والموجي الله يرحمه، وكلام يوصلنا على لسان عبد الحليم الله يرحمه ليا وللموجي على صفحات الجرايد. وممكن تكون الصحافه فعلا في الوقت ده اخذت الموضوع على انه يعني مباراه في الحوار وبيحموا الساحه الفنيه. لكن صدقيني انا عبد الحليم حافظ وما زال فعلا الفنان اللي انا بموت في فنه وبعشق فنه. ده كفايه ان بس كفايه ان يبقى في وجه المقارنه بين عبد الحليم وبين هاني شاكر وانت في البدايات يعني. واللي ربنا يعني ساعدني فيه، وانا حسيت ان ربنا راضي عني فيه بجد والله يا فيفي، انه قبل عبد الحليم حافظ ما يموت انا ربنا يعني اكرمني بان انا يحصل لقاء بيني وبينه، وكان جاي يسمعني في احد الحفلات، وحصل لقاء بيني وبينه قبل ما اطلع اغني، وشرحت له وجهه نظري انا بمنتهى الصراحه هو ايه بالنسبه لي وانا بعتز بيه ازاي، والموجي الله يرحمه كمان بيعتز بيه ازاي، وما كانش في باله ابدا، لان اتقال كتير كلام ان الموجي مطلع هاني شاكر عشان يحارب عبد الحليم حافظ. ده الكلام اللي اتقال. دي بدايه المواضيع المشكله بالظبط. فانا قلت له طبعا ما كانش طبعا في دماغي الاستاذ الموجي خالص حته الحرب دي. هو الاستاذ الموجي معروف ان هو صاحب مدرسه فنيه مكتشف للاصوات، وان انا بعشق حاجه اسمها عبد الحليم حافظ وحبيت الغنى من خلال صوته. فيعني حسيت انه فعلا كلامي ده زي ما خرج من قلبي دخل لقلب عبد الحليم حافظ. طب هل هاني شاكر بيحارب؟ لا خالص. ما تقدرش تحارب عن فنك؟ وحتى لو يعني عايز اقول لك حاجه، وحتى لو اقدر ما اعملش، لا، لكن انا ممكن ادافع عن فني بفن جميل. بالظبط كده. لكن مش ممكن اذي فنان لو احس ان انا ممكن يكون في مصلحه لفنان، حاسس حتى انه ممكن يكون بيمثل عليا خطوره، مش ممكن اذيه، مش ممكن اقطع عيشه في شغل، مش ممكن اشوه صورته باشاعه، يعني الكلام الفارغ اللي ساعات كتير بنسمعه. انا يعني الحته دي مرفوضه عندي تماما. طب مين؟ لان انا بعامل ربنا سبحانه وتعالى قبل اي حد تاني. ونعم بالله. قبل اي حد تاني. مين يصير هاني شاكر؟ هتصدقيني لو اقول لك ولا حاجه خالص. انا بقول خالص يعني انا بقول زيك يعني اي اشاعه اي راي حتى ما يريحنيش يا فيفي. انا مش هقدر امشي كل الناس زي ما انا عايز على مزاجك. لا ممكن. مظبوط. مش ممكن. فخلاص هو له وجهه نظره. طب ممكن تغير من حد؟ هتصدقيني لو اقول لك لا برضه. يعني انا حته الغيره الفنيه ممكن ما انا بتكلم على غيره فنيه، مش الغيره اللي هي لا بتكلم غيره فنيه. قاعد اقعد في ضوافري فنيه. لا انا قاعد بقى ادعي عليه طول الليل يا رب يا رب يا رب. ده كده تبقى حقد مش غيره. مش الكلام ده. لا لكن انا اغير لا فنيا. وتكنس عليه السيده ممكن دي من ضمن الحاجات المتجربه لا ما فيش خالص والله الكلام ده نهائي. طب الغيره الفنيه؟ غيره فنيه طبعا. لما الاقي اي حد عامل غنوه حلوه. طب مين عامل غنوه حلوه كنت نفسك؟ لا في كتير الفتره الاخيره. يعني عايز اكمل لك بس انه فعلا الواحد ساعتها يتمنى انه يعمل غنوه زي دي، واتمنى التوفيق والنجاح للي عملها. في اغاني كتير في حاجات حلوه قوي كنت اتمنى ان انا اغنيها. في قارئة فنجان مثلا كان لعبد الحليم حافظ، كنت احب قوي ان انا اغنيها. قوي. موعود من الاغاني اللي بحبها جدا، اغاني الحفلات.
في اغاني كتير، الحب الحقيقي مثلا لمحمد فؤاد من حقيقي. الاغاني الحلوه قوي قوي اللي عاملها محمد في الفتره الاخيره وعايشه لحد النهارده. مين تاني؟ كتير يعني لما يعني لو هفتكر حاجه هقول لك. ففي اغاني حلوه كتير الواحد يفرح للي ما عاملها غنيتش طب ويتمنى ليه له النجاح. الكاتب نزار قباني او شعر يعني؟ بصي يعني انا مش عايز اعمل شعر لمجرد بس انه يعني النهارده بقت الموضه الاغاني اللي باللغه العربيه او الدويتوهات مثلا. في دويتوهات كتير فنيه الفتره الاخيره. ما فكرتش تعمل دويتو؟ والله برضو لا، يعني لما الاقي فكره حلوه يا فيفي، لما الاقي فكره دويتو يعني ممكن تعمل وكلام مع أصالة، مع ممكن مع انغام ممكن ناديه مصطفى، نادية في اصوات مصطفى جميله ممكن كتير. اللي باباها برضو فنان غادة راجب طبعا في اصوات جميله كتير، اصوات جميله جدا مصريه يعني. بس لما الواحد يلاقي يعني عارفه، ما انا برضو مش هسعى اقول انا عايز اعمل دويتو اقوم اكلفت اي عمل وخلاص، لا يعني لازم بالظبط الاقي عمل حلو يشجعني واكيد كمان الطرف الاخر لما هيلاقي عمل حلو هو كمان هيتشجع ونعمل دويتو. هاني، انت فيلم السينما فيلم يتيم؟ لا هذا اريد وهذا احبه. هذا احب وهذا اريده. لا وكان في فيلمين قبليه كمان. فيلمين قبليه؟ بس كان كلهم في ظرف 3 سنين يمكن تقريبا. انا فعلا بقالي فتره طويله وبعيد عن السينما. يعني ثلاث افلام في حياه هاني شاكر. طب ده مش تفتكر ده صعب قوي؟ طبعا. هو يمكن انا ما كنتش متشجع اول فكره السينما السنين اللي فاتت دي، لان يمكن السينما كمان كانت بعيده عن الفيلم الغنائي شويه بقى لها فتره طويله. لكن مؤخرا يعني بيني وبينك لقيت عندي الاستعداد، يعني لو لقيت فعلا فكره حلوه وموضوع حلو يرجعني للسينما تاني ما عنديش مانع ابدا. ولا تفتكر الفيديو كليب يعني لا والله ممكن طبعا يكون شويه الفيديو كليب عوض الواحد حبه عن السينما، لان هو عباره عن فيلم صغير في مده 5 دقائق او 6 دقائق، لكن السينما لها سحر تاني. بس لها سحر تاني طبعا بصراحه. يعني فيلم رومانسي والناس بقت رجعت للرومانسيه تاني بالظبط. ما عشان كده بقول لك كيف يعني فعلا يمكن السنتين 3 اللي فاتوا دول الجمهور حقيقي بقى عنده استعداد للفيلم الغنائي، طب ما يا ريت تساعد الرومانسي الحلو والله. يعني انا يعني ما عنديش مانع. يعني قول انك عاوز يعني كلف كاتب يكتب. لكن انا خبرتي بصراحه في مجال السينما يعني ما اعرفش مين اللي ممكن. افلام في تاريخك قليلين يعني ده الرصيد اللي بيفضل قليلين بالظبط كده بالظبط كده. لكن هي كمان بيني وبينك هي سلاح ذو حدين، يعني لو الفيلم مش مدروس 100% ومعمول حساب كل حاجه فيه ممكن ياخد من رصيد الفنان عند الناس. اكيد بقى عندك خبره بقى دلوقتي انك انت كافيه بالظبط انك تقدر تنقي صح وتختار صح ويكون الاختيار مظبوط ونعمل حاجه والاغاني طبعا تتحط صح يعني بتهيألي الخبره دلوقتي. يا رب ان شاء الله يا فيفي باذن الله. انا عارفه ان انت بتشجع المؤلفين والملحنين طبعا الشبان. طبعا ده نوع من التجديد ولا نوع من التجديد ولا بنوفر وتغيير؟ لا والله لا بالعكس خالص. ما فيهاش توفير. لا اكيد لا، ما كله مكلف. كله مكلف اكيد. وما فيش حد يعني يستخسر في فنه يا فيفي ويستمر. لا بالظبط. مش معقول اجي لك كده. انا عايز اطمن برضو الجمهور لان انا في كلام بيتقال كده ساعات. وبعدين عايز اقول حاجه، ولما الفنان ما يتعاملش مع مؤلفين جداد وملحنين جداد يقول لك ده بصي ده ما بيشجعش المواهب الجديده بالظبط. يعني مش عارف افتح الشباك ولا سد الشباك. طب ما ايه رايك مسماره وخلاص. فهو انا شايف الصح ان لازم الواحد من وقت للتاني يجدد دمه الفني يعني تمسك العصا من النص. لكن ان انا امنع خالص التعامل معاهم ليه؟ لا وبعدين ما بقاش حد رخيص النهارده، ما بقاش حد ما بياخدش فلوس، يعني انت كده مكلفه. ومين النهارده بيغامر باسمه الفني عشان يوفر شويه ولا يعني ده ما حدش بيفكر كده خالص. طب نفسي اسالك سؤال. قولي لي. ما فكرتش تربي شنبك؟ لا انا مره طلعت في غنوه عادل عوض المخرج عمل لي شنب. حسيت ان مش انا خالص. هو اكون واقع في التصوير. لا عمل لي دقن وشنب. حسيت ان مش انا خالص. لا بس جمال هاني في وشه. ما حبيتش الطعم والضحكه الحلوه دي. ربنا يخليك. مش اي حد والله يا فيفي ما حسيتش يعني تخيل الضحكه دي بشنب بقى تبقى لا انا شايفه ان ظاهره شعبان عبد الرحيم ظاهره صحيه جدا. ليه؟ الذهب اللي بيلبسه والاكسسوار يعني ملوش دعوه بحد. ده شاري دماغه
ومالوش دعوه باي حد. والله بصي بقى، هو شعبان فعلا عبد الرحيم ربنا يمسيه بالخير يا رب. يعني هو ما حدش يقدر يعني ما يشوفوش ما يضحكش. يعني انا بقول هو كده دمه خفيف والله. كمان. طبعا انت قعدت معاه يعني ولا لا؟ قعدت معاه طبعا. دمه خفيف جدا. يعني هو على سجيته كده فعلا. مش انا عارف انا عارف والله. بس يعني انا بس نفسي كان يعني بمنتهى الصراحه ان تتحط المسميات صح. يعني انا ما اقدرش اقول على شعبان عبد الرحيم مطرب، لا. تقول يعني هل على شعبان عبد الرحيم يبقى معاه كارنيه في النقابه مطرب زي عبد الحليم حافظ مثلا؟ يعني هل ده ممكن يكون صح؟ ما هو بيني وبينك لا. مصنفينه من لا يعني لكن ممكن يكون من الوجست. لا هو برضه مش من الشعبيات. يعني انا مثلا ما اقدرش اقارن شعبان عبد الرحيم بمحمد رشدي مثلا، ما اقدرش اقارنه بمحمد العزبي. طب الناس دي فين؟ انا والله موجودين يعني ما هو دي برضه مشكله. الواحد برضه بيقعد يتكلم مع نفسه ان الناس دي طب فين؟ ما هو طبعا يعني لا موجودين، يمكن ما لهمش اغاني جديده بقى لهم فتره، لكن ليه؟ اكيد ليه فنهم موجود برضه. ما هو ده فنهم موجود. وبعدين يعني انا عايز اقول حاجه، يعني انا النهارده ليه ما اسميش صح؟ يعني هل هو عيب ان شعبان عبد الرحيم يبقى من الوجست؟ هل هو عيب؟ ما هو بيضحك الناس صحيح. لا مش عيب. مش عيب واغنيته انه يبقى ناجح. اغانيه خفيفه كمان. من الوجست ناجح. هو اساسا ما فيش اغاني خالص. هو في كلمتين وخلصنا. هو ما فيش اغاني خالص. هو ما فيش حاجه ابدا من الاساس. يعني ليه ايه والله صحيح. ليه نظلم مثلا المطربين الشعبيين؟ مطرب ايه؟ كلمتين ولما يتزنق يقول لك ايه. هاني شاكر يقول لي مين سلام مربع؟ لكل فنان محترم، كل فنان جيد، كل فنان مجتهد اقول له سلام مربع. انا بقول اجدع سلام مربع لهاني شاكر اللي نورنا. وما عندكش فكره قد ايه اللقاء ممتع معاك، والوقت جري بسرعه ما حسيناش بيه. انا عايز اقول سعيده جدا ان انا كمان سعادتي كبيره والله بجد بلقائي معاكي وبخفه دمك وبالوقت اللي عدى. انا ما حسيتش الوقت عدى قد ايه. وبجد انت مكسب للشاشه يا رب يخليك. والله يا تيتو وحياه ربنا والله العظيم بجد. الرقص خلاص. لا خلاص ما كسبناكي كده.